لماذا كل هذا الحقد؟ هذا ماشي حقد، هذا يعني تعبير على رفض العبودية في البلاد، وحنا كشعب مغربي ما عايش يعني خصنا نعيشو، ورفض التقديس للشخص الملك والعبودية اللي كنعيشو في البلاد. يعني أنت تعتبر أن المغربيين اليوم يعيشون في حالة عبودية؟ يعني نحن كمغاربة نعيش في حالة عبودية، وهناك قوانين كثيرة اللي كتخلينا نعيشوا في عبودية. مثلا في هذه الأيام الدولة المغربية كتقرر بأنها غدير قانون جديد، ما تهضرش إلا هضرتي في ما بين سنتين حتى 5 سنوات في مقدسات اللي هما الله، الوطن، الملك. بالنسبة لي أنا الملك ماشي مقدس. يعني معاذ، أنت تغني موسيقى الراب. الكثيرون ينتقدون ما يصفونه بالمستوى المتدني من الكلمات والسوقية في التعبير في أغانيك. ألا يمكنك أن توصل فكرتك بطريقة مهذبة أو ألطف أو يعني أقل عنفا؟ بالنسبة لي أنا زعما الراب اللي كندير ما فيش كلام ساقط وديك الهضره اللي كيروج الاعلام الرسمي ديال الدوله يا المغربيه. معاذ، اسم اغنيتك كلاب يعني الدوله. معاذ، كلاب الدوله التي تنعت الاجهزه الامنيه بكلاب الدوله. يعني هذا مهم، يعني شيء عادي، هم عادي، لانه ماشي هذه اهانه للكلب، هذا غلط في حق الكلب، لان الكلب ما يقدرش يأذيك بحال الاذى اللي كيتسبب فيه البوليس المغربي. طب هذا قدح وذم. يعني الا كان شيء هذا قدح في صفة الكلب، يعني الكلب هو اللي خصني نطلب منه السماحة. اما بالنسبة للشرطة المغربية اللي هي كتعذب وكتعاقل الناس اللي كيطالبوا بالحقوق ديال الشعب المغربي، واي واحد عارض النظام المغربي كتشدو كتعذبو ولا كدير تمارة ولا كتدخلوا للحبس. يعني هذا بالنسبة لي ألا تعتقد أنك تعمم يعني يا معاذ؟ شيء عادي. ألا تعمم؟ يعني تتحدث بشكل عام كبير، يعني اليوم تتحدث عن دولة بأكملها. بالنسبة لي أنا الجهاز ديال الشرطة في المغرب هو جهاز فاسد، يعني خاص إعادة النظر في بزاف ديال الحوايج وعلى الطريقة كيفاش كيتعاملوا مع المواطنين. طيب، لكنك يعني لم تكتفي بانتقاد الشرطة أنت يا معاذ. أنت تقول في إحدى أغنياتك نريد مسؤولا نستطيع محاسبته وليس مخلوقا لا نفعل سوى تقديسه. هل يمكنك أن تقولها بالمغربية لو سمحت، باللهجة اللي هي نبغي مسؤول؟ احنا مشكله خصنا نعاودوا التعازي. الا بغينا شي مسؤول نقدروا نحاسبوه، ماشي مخلوق غير كنقدسوه. حنا في المغرب كنقدسوا الملك بزاف، والملك بالنسبه للشعب المغربي هو شي حاجه اكثر من الله واكثر من الدين. يعني كتلقى الشباب ممكن لهم يعيروا الرب، يعيروا اي حاجه، ولكن بالنسبه للملك هو واحد هل تعتبر نفسك فنان خياليه؟ يعني العالم كامل كيعتبرني فنان وفنان. يعني هذا يعني اليوم تقول كل الناس تعتبرني فنانا، ولكن هذا أمر يعني هناك الكثير من الناس لا تتفق معك فيه. يعتبرون أولا أنك تغني الراب، والراب ليس فنا، وأنت تعرف أن نعم أنت فنان ملتزم بقضية. أحرار بالنسبة لي أنا زعما هاد الكلمه ديال ملتزم ما كتعجبنيش، حيت كاين بزاف ديال الفنانه اللي كيستغلوا القضايا باش يوصلوا للاهداف الشخصيه ديالهم. يعني انا كندير شي حاجه كنامن بها، يعني ما كنقدرش نصبر نبقى ساكت. مثلا ملي قلت بغينا شي مسؤول نقدروا نحاسبوه، حيت حنا في المغرب ما كنقدروش نسالوا الملك والاصدقاء ديالو. طيب، اسمح لي حاكم البلاد.